كنت ولد العائلة غنية جدا، وعندي هدف إني أجيب درجات عالية وأصير طبيب زي أبويا. في هذه السنة وأول يوم في الدراسة أنتقل لصفي طالب اسمه محمد. محمد هذا شخص انطوائي جدا، ودرجاته كانت جدا سيئة، وكان شكله مبهذل مرة، وحزنت عليه. وقت الفسحة رحت عنده وسألته عن حاله، وطلبت إني أجلس معاه. أنا من طبعي شخصية حنونة وأحب أساعد الناس، ولما بدأت أتكلم معاه سألته عن حياته، فقال إن أمه وأبوه منفصلين، وأبوه تركه وتزوج، وأمه كمان تركته وراحت تتزوج، وعايش عند جدته، وجدته جدا قاسية عليه لأن أمه من قبيلة ثانية فما كانت تطيقها، فبالتالي حطت حرتها فيه المسكين. يقول كنت أنظف وأغسل وأطبخ، فما كنت ألحق إني أدرس ولا أهتم بدراستي، عانيت كثير. ما كانت جدتي تجيب لي شيء، لا لبس لا مستلزمات دراسة، وكنت ألاحظ اختلاف معاملتها معايا ومع باقي أحفادها، لأن أولادها تزوجوا من نفس القبيلة فكانت راضية عليهم، وكانت تجيب لهم هدايا في الأعياد والمناسبات. أما أنا ولا فكرت تجيب لي حتى أبسط شيء. حزنت عليه مرة وقررت أني أساعده وأصاحبه، وصار أقرب لي من أخواني، صار يجي عندي كثير، لكن أنا ولا مرة طلبت أني أروح عنده بعذر أن جدته مريضة دائما. فصرت مرة بعد مرة أشوفه يسوي حركات غريبة، مرة يفتح دولابي ويدور فيه، ومرات ألاحظ بعد ما يمشي إن فلوسي ناقصة. استغربت، قلت معقولة يسرقني وأنا اللي فتحت له بيتي وحياتي؟ كنت أطنش وقلت شكله محتاج للفلوس ومنحرج إنه يطلب مني. بعد فترة صرت أشوفه يرش أشياء بغرفتي، وما فهمت ليش. صرت أقلل علاقتي معاه، إلين ما حلمت حلم إنه كان يطعني بسكينة سوداء. بعدها قطعت علاقتي فيه نهائيا. مرت السنين، دخلت الثانوي وأهملت دراستي بسبب ألم في البطن متواصل وشديد. كنت أتعب بسببه كثير وأروح المستشفى أكثر. تعبت صحتي مرة وتدنى مستواي الدراسي. خرجت بمعدل منخفض جدا، وأهلي خاب ظنهم فيني وقاطعوني، وصار ألم بطني يزيد أكثر. رحت للمستشفى وأنا مصمم أني أسوي فحص دقيق جدا، وبالفعل طلع عندي ورم خبيث على الكبد، وكان حجمه مبالغ فيه وكان لونه أسود. دخلوني العمليات مباشرة. سويت العملية وللأسف العملية ما نجحت، والدكتور قال هذه الحالة أول مرة تمر علي وما بيدنا شيء نسويه مع الأسف. تعايشت مع وضعي وألمي، ومرت السنين ورسبت بالجامعة، وقررت أني أتوظف بالجيش وعمري 24 سنة. وقتها فكرت أني أتزوج، وكل مرة أتقدم لوحدة ترفضني من غير ما تشوفني. تقدمت ل 22 بنت وكلهم رفضوني. رحت عند شيخ يقرأ علي وقال لي أنت مسحور يا ولدي بسحر أسود. صار عندي اكتئاب ونوبات هلع، عانيت وتعبت. صار عمري 26 سنة وخطر على بالي محمد صاحبي القديم. قلت أكيد إنه بيساعدني عشان أتخلص من ذا الاكتئاب. رحت على بيت جدته حسب وصف البيت جدته زمان. رحت ولقيت البيت مهجور ومكسر، وسألت الجيران قالوا إن الجدة ماتت وإن محمد اشترى بيت، وأعطاني العنوان. رحت للعنوان ودقيت الباب. أول ما فتح لي الباب انصدم وقال هذا أنت، وصار يبكي ويحضني. أنا مستغرب إيش السالفة، وهو مستمر يحضني ويبكي ويقول سامحني سامحني. دخلت جوا، استقبلني وضيفني وهو عينه في الأرض وبس يبكي. قال سامحني يا ياسر، أنا سويت شيء دمر حياتك. الشيء هذا سويته من زمان وما عرفت كيف أصارحك، وكنت أهرب من تأنيب الضمير لكني ما قدرت. صرت أسأله وأنا مستغرب يا ولد إيش فيه. قال أنا سبب تعبك، أنا سبب تدمير مستقبلك، أنا سويت السحر الأسود وحطيته في غرفتك. أنا تجمدت بمكاني. قلت أنا جاي عندك عشان تساعدني إني أخرج من الاكتئاب، عشان أشاركك همي وتساعدني زي ما ساعدتك. آخر شيء تطلع أنت سبب دمار حياتي كلها. ليش؟ هذا جزات إني ساعدتك وفتحت لك بيتي وحياتي، رغم إني أعرف إنك كنت تسرق من فلوسي، لكني كنت أسكت لأني أعرف إنك محتاجها. رغم إني كنت أشوف أغراضي تختفي وتنقص، لكن كنت أقول عادي حلالك، أهم شيء إنك ما تحتاج شيء. كيف تقدر تسوي شيء زي كذا؟ الشخص فتح لك قلبه وبيته. قال كنت أكرهك كره، أشوف كيف أنت في بيت وأهل يحبونك ويعطونك اللي تبغاه، وأنا كل شيء علي بالحسرة. كنت أموت مع نفسي لما أدخل غرفتك وأشوفها بأحسن الأثاث، ودولابك كل شوية في ملابس جديدة، ومحفظتك فيها فلوس ما تنتهي، وأنا اللبس الواحد يعيش معايا سنين إلين ما يتقطع وما يجيني ولا فلس إلا بالحسرة. لا أم ولا أب، كلهم شافوا حياتهم وخلوني، سابوني عن جدة ما رحمتني، وأنت متهني وسط أهلك. كنت أشوف الحياة ما هي عادلة، ليش تعطيك وتحرمني؟ شافتني جدتي مرة أني أكتب عنك بمذكراتي، وشافت الحقد الكبير اللي بداخلي اتجاهك. جدته سألتني عنك وعن أهلك، ولما قلت لها قالت أنا عندي فكرة راح تدمره وتدمر حياته وتخليه أسوأ منك كمان. علمتني على السحر الأسود ودلتني على الشخص اللي يسويه، ورحت
رحت وأنا معايا ملابسك وخلتني أسويه وطلبني إني أرشه في غرفتك، وهذا الشيء كفاية إنه يدمر حياتك. أعماني الحسد وقتها، وسويت كل هذا عشان أشوفك تعيش حزين زي. سامحني، أنا صرت أدعي عليه وأنهارت وأنا أبكي تصرخ بوجهه وأقول له أنت مرضتني بسبب قلبك الأسود، دمرت دراستي وحياتي حتى زواجي، ماني متوفق بأي شيء وعمره ما جاء في بالي إنه سحر، صرت مريض نفسي وجسدي بسببك. ليش؟ قال أنا آسف، أنا مستعد الحين نروح لنفس الشخص اللي سوى السحر الأسود ونخليه يفك السحر. كت عنه بس عشان نعرف مكان السحر، دلني على مكانه ورحنا أخذناه ووديناه للشيخ. السحر الحمد لله حسيت بنفس اللحظة إني شربت موية باردة بعد سنين من المشي تحت الشمس والحر والجفاف، حاجة غسلت قلبي من جوا. دعيت عليه وقتها وأرسلت له كلام طويل أتحسب عليه وأدعي عليه إن حياته تتدمر مثل ما دمر لي حياتي، ومسحته من حياتي تماما. راجعت بعد كم شهر المستشفى وأنصدم الدكتور إن الورم اختفى تماما، وصار متعجب ويسألني كيف وإن حالتي كانت خلاص. في الأخير حكيت له القصة. تزوجت بعدها بفترة ببنت جميلة وخلوقة جدا أحمد ربي عليها. رجعت للجامعة بعدها عشان أحقق حلمي إني أصير طبيب نفس أبويا حتى لو كبر عمري، لكني أنا انولدت الآن وأعتبر نفسي ما عشت السنين اللي راحت هذه. أدرس طب الآن وعندي توأم بنت وولد، الحمد لله على حياتي من أحلى ما يكون. دعواتكم أحقق حلمي وحلم أهلي وأصير طبيب. ونصيحة، احذروا 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 من الثقة، لا تعطونها لأي أحد. مو كل أحد تساعده تكون نفسه عليه سليمة. ساعد الناس لكن بحذر، لا تدخلهم حياتك وتفاصيلها. انتهت القصة. الرأي الشخصي، يعني جدته ماتت وإن شاء الله بتلاقي حسابها. يعني لو تلاحظ إن اللي عرف على السحر هو جدته، وقتها كان عمره 11 سنة، شيء عور القلب أعوذ بالله. وأنا مستغربة منك أنت يا صاحب القصة، معقولة بعد ما كبرت ما تذكرت إنه رش شيء بغرفتك أو حط حاجة بغرفتك؟ وما ألومك، الشيء اللي صار معاك يخليك تنسى حتى اسمك. كفاية المرض الجسدي والنفسي كلها هذه التعب الواحد. لكن الحمد لله 26 سنة لسه صغير، وإن شاء الله تحقق حلمك وتصير طبيب وأهلك يفتخرون فيك وبس.